السلام عليكم. عايزة أحكي لكم النهاردة عن راهب الفن زكي رستم. صلى على النبي وكل من اللي نبي صلى عليه. ويلا نحكي الحكاية. اسمه زكي محرم محمود رستم. اتولد سنة 1903. باباه كان بيك رسمي، وكان عضو بارز في الحزب الوطني، وكمان كان صديق شخصي لمصطفى كامل ومحمد فريد. أما جده اللواء محمود رستم فكان باشا قد الدنيا، وكان ساكن في قصر في الحلمية. الحلمية كانت وقتها منطقة راقية، وكانت معقل الطبقة الأرستقراطية في مصر. زكي بقى اتولد في القصر ده، يعني هو ابن حسب ونسب مأصل. زكي وهو عنده 16 سنة أخد البكالوريا، ومرضيش يدخل الجامعة لأنه كان بيعشق الفن والتمثيل من وهو صغير. باباه كان عايز يدخل الحقوق زيه وزي جده، لكن زكي كان شخصيته قوية ومرضيش يدخل الجامعة وينفذ رغبة باباه. كمان كان بيحب قوي رياضة رفع الأثقال، وخد جايزة الدولة في رياضة رفع الأثقال للوزن التقيل. اتعرف بالصدفة عن عبد الوارث عصر، ودي كانت نقطة تحول في مجرى حياته، لأن عبد الوارث خلاه يلتحق بإحدى فرق مسرح الهواة. بعدها مباشرة اتوفى الأب، فاتمرد زكي على تقاليد الأسرة العريقة، وقرر يشترك في فرقة جورج أبيض المسرحية المشهورة. لكن مامته كانت ست شديدة، ست أرستقراطية بمعنى الكلمة. هددته وقالت له يا القصر وكلية الحقوق، يا إما هتطرد من البيت وهتبرى منك لأنك أنت مثال سيء لإخواتك. لكن زكي كان دماغه ناشفة قوي، ما هموش التهديد بتاع مامته. الست من حزنها اتجلطت واتشلت وفضلت مشلولة لغاية ما توفت. أما زكي بقى فمن فرقة جورج أبيض لفرقة عزيز عيد لفرقة اتحاد الممثلين، الفرقة الوحيدة في الوقت ده اللي الدولة كانت بتديها إعانة شهرية. لكن هو كان طول الوقت متمرد ومش مستقر على حال. ساب برضه فرقة اتحاد الممثلين، ومنها للفرقة القومية اللي كان بيرقصها في الوقت ده خليل مطران. دي بقى الفرقة اللي طول فيها شوية، قعد 10 سنين، واختاروا المخرج الكبير محمد كريم لبطولة فيلم زينب. كان قدام الممثلة بهيجة حافظ، ومن إنتاج يوسف وهبي. بعد كده توالت الأعمال عليه وانطلق بسرعة الصاروخ. تخيلوا إن زكي رستم رصيده الفني أكتر من 250 فيلم، لكن المشهور منها والمعروف 55 فيلم بس. من أشهر أفلامه العزيمة، زليخة تحب عاشور، وإلى الأبد، الشرير، عدو المرأة، خاتم سليمان، وغيره 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 من الأفلام الشهيرة جدا في تاريخ السينما المصرية. زكي اختارته مجلة باري ماتش من أفضل 10 فنانين على مستوى العالم. كمان هو رائد مدرسة الاندماج، لدرجة إن فاتن حمامة بتقول أنا كنت بخاف منه لما بيندمج ما بيشوفش قدامه، لدرجة إن لو زقني ألاقي نفسي طايرة في الهواء. كمان كان مبدع بطريقة غريبة جدا، شرير يبقى شرير جدا وطيب يبقى طيب جدا، انت بتصدقه في كل الأدوار. من كتر إبداعه وتميزه عرض عليه شركة كولومبيا للإنتاج الفني إنه يمثل فيلم عالمي، لكنه هو رفض. اللي حواليه كانوا مستغربين جدا إزاي ترفض فرصة زي دي، لكن هو قال إزاي أمثل فيلم بيعادي العرب. زكي كان شخصية مختلفة شوية، شخصية عنيدة، وكان ملوش أصدقاء في الوسط الفني بس نجيب، أو سليمان نجيب اللي كان معروف بابن الباشا، وعبد الوارث عصر اللي كان بيقول دايما ان هو بيحترمه قوي وبيقدر ان هو اللي خد بايده للتمثيل وللفن. زكي رفض الارتباط، ورفض كمان فكرة الزواج، كرس حياته كلها للفن وللتمثيل. في الكبر ضعف سمعه، وكان بيرفض السماعة، وكان بيقول عليها اختراعات إلكترونية ملهاش لازمة. كان ساكن في عمارة يعقوبيان الشهيرة، ما كانش في حد بيأنس وحدته إلا خادم كبير في السن قعد يخدمه لأكتر من 30 سنة،
كان عايش لوحده في قلب الشقة دي، لا أنيس ولا جليس. كمان كان عنده كلب وولف، هو الصديق الصدوق ليه، اللي كان بياخده كل يوم في جولاته الصباحية وهو بيخرج يتمشى ويمارس رياضته الصباحية بصحبة الكلب بتاعه. سنة 62 حصل على وسام الفنون والعلوم من الرئيس جمال عبد الناصر. لو سألت الناس أشهر حاجة بتحبوها إيه لزكي رستم هيقولوا نهر الحب لفاتن حمامة. كمان الناس فاكرة أفلامه مع فريد شوقي، الفتوة ورصيف نمرة 5. زي ما قلنا إن زكي بدأ سمعه يضعف، لكن هو كان فاكر إن دي حالة مؤقتة أو مجرد حالة عارضة وهتروح. وكان بيعتمد على إن هو بيحفظ كويس، وكمان عنده القدرة إن هو يقرأ شفايف الممثل اللي قدامه، وقال الدنيا هتعدي وهتمشي لغاية ما يرجع سمعي تاني. لكن للأسف سمعه قعد يضعف ويضعف ويضعف لغاية ما كان بيمثل فيلم وما قدرش يتجاوب مع الممثلين اللي قدامه ولا قدر يسمع هما بيقولوا ايه. وفي اليوم ده بكى في الاستوديو وقرر ان هو مش هيمثل تاني، وكانت اخر حاجة عملها سنة 1968. وبعديها فضل قاعد في البيت هو وكلبه والكتاب، ما كانش عنده صديق إلا الكتاب، شغل نفسه بالقراية وفضل منعزل في بيته لغاية ما توفى سنة 1972 بعد ما جاله أزمة قلبية ومحدش حس بيه، واتنقل لمستشفى دار الشفا، قعد فيها شوية لغاية ما توفى واتدفن في صمت وما مشيش في جنازته أي حد، عاش وحيد ومات برضه وحيد. دي كانت نبذة مختصرة عن عملاق الفن الراهب زكي رستم. أنا أختكم همسة، ودي قناتي. من فضلكم محتاجة لدعمكم باللايك وبالشير في القناة، وشكرا ليكم.